السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخيل معي يوم من الأيام أنت ماشي على الأرض وفجأة الأرض تهتز. مش أي اهتزاز، زلزال حقيقي عنيف يخرج كل ما فيها. هذا هو المشهد اللي تبدأ فيه سورة الزلزلة. إذا زلزلت الأرض زلزالها. هل فكرت يوما ليش الله بدأ بزلزالها؟ مش أي زلزال، لا، زلزالها الخاص. يعني هذا الحدث مش طبيعي. هذا الزلزال هو نهاية الدنيا. لما تقوم القيامة الأرض مش بس تتحرك، تنقلب رأسا على عقب. وأخرجت الأرض أثقالها. تتخيل؟ كل شيء مدفون، الأسرار، الجثث، الكنوز، الذنوب، كل شيء يخرج، كل شيء ينكشف. الأرض اللي كنا ندفن فيها أسرارنا صارت تشهد علينا. وقال الإنسان ما لها. الإنسان مذهول. شو صاير؟ ليش الأرض هيك؟ مع إنه طول حياته وهو ماشي عليها، نايم عليها، ساكن فوقها. فجأة يسأل ما لها؟ لأن الزلزال مو طبيعي. هذا يوم القيامة. يومئذ تحدث أخبارها. نعم، الأرض تحكي، تتكلم، تشهد عليك. المكان اللي صليت فيه راح يقول، المكان اللي عصيت فيه راح يقول. كل شيء محفوظ بأن ربك أوحى لها. الله سبحانه وتعالى أمرها تتكلم، مو بشر، مو ملاكة. الأرض نفسها تنطق. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. الناس راح تطلع من قبورها مش مجموعة واحدة، لا، أشتاتا، متفرقين، مرعوبين، مندهشين. كل واحد رايح لحسابه علشان يشوف عمله شافه ولا لا. لا، يشوفه بعينه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. لحظة، ذرة يعني أصغر شيء ممكن تتخيله. تبسمت في وجه أخوك راح تشوفها. كتبت تعليق طيب راح تلقاه. ما في شيء ضاع. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. للأسف حتى الذرة من الشر الله يحاسب عليها. غيبة، نظرة، كلمة جارحة، تكاسل في طاعة، كلها مسجلة. ختاما للمشاهد، أخي الكريم، أختي الكريمة، سورة الزلزلة مو بس مشهد مرعب عن القيامة، هي تذكرة، تنبيه، صرخة تقول لنا حاسب نفسك قبل لا تحاسب. اجعل كل عمل تقوم فيه حتى لو بسيط في ميزان الخير، لأنك راح تشوفه. اسأل نفسك، وش حاب تشوف يوم القيامة؟ بادر وتغير. والله أرحم الراحمين. أخي الكريم، أختي الكريمة، يمكن تشوف الفيديو هذا بسيط، بس تذكر أحيانا كلمة واحدة، لايك واحد، مشاركة بسيطة، تكون سبب في تغيير قلب إنسان وتكون لك شفيع يوم القيامة. في ناس يمكن ما تسب، ما تأذي، بس كل يوم تاخذ سيئات بسبب كلام، تصفح، أو سكوت عن خير. ليش ما تنقل شيء ينفع؟ ليش ما تكون ممن يسعون لنشر نور القرآن؟ والله يا أخي، يمكن لايكك هذا أو تعليقك يوصل الفيديو لإنسان تايه، يرجع لربه، يتوب، وتكون أنت السبب وتأخذ مثل أجره. لا تحقرن من الخير شيئا، ولو كان نشر فيديو تفسير لسورة. وكل عمل صالح حتى لو كان بسيط بيكتب في صحيفتك. لايك، تعليق، مشاركة، ادعم هذا العمل عشان يستمر ويصل لقلوب أكثر. وانشروا بنية الخير، مو شهرة، بنية الهداية، مو عدد المشاهدات. يمكن تكون هذه أول حسناتك اليوم، ويمكن تكون أثقل شيء في ميزانك بكرة. إذا عجبك التفسير لا تنس تكتب رأيك وتشاركه مع غيرك، لأن أجر العلم لا ينقطع. أشوفكم في تفسير السورة القادمة بإذن الله.